أكلة بتأكليها لولادك كل يوم سواء جوه البيت أو بره البيت، وبتبقي فرحانة ومبسوطة جدا وبتقولي يا الحمد لله إن هما رضيوا ياكلوا حاجة مش أحسن من المعجنات والحلويات. ويا سلام بقى لو كمان عاملاها في البيت وانتي فاكرة إن انتي عاملاها هيلثي وبيتي. بس الحكاية مش كده خالص. تخيلي بقى إن الأكلة دي هي إنها مصنفة إنها من أكتر الأكلات اللي بتزود خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والضغط وكمان السرطان، وكل ده من غير ما تحسي. الأكلة دي بتحتوي على الدهون المتحولة اللي بتسد الشرايين، وكمان بتحتوي على الملح بنسب عالية جدا اللي بيحبس المية في الجسم وبيبوظ الكلى وكمان بيعلي الضغط. كمان بتحتوي على مادة الأكريلاميد اللي بتتكون في درجات الحرارة العالية، ودي معروف إن هي بتدمر الأعصاب وكمان بتزود خطر الإصابة بالسرطان. كمان الفليفرز والأطعمة اللي بتضاف عليها هي أصلا عبارة عن مواد كيميائية مسببة للإدمان، ودي اللي بتخليهم دايما بيحبوها ومش قادرين يستغنوا عنها كل يوم. ودايما الأطفال المتعودة تاكلها بشكل يومي بيبقوا عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين والسمنة المبكرة. ولاحظي كده كمان معايا، الطفل ده دايما بيبقى تحصيله الدراسي قليل وتركيزه قليل، بيجيلك من المدرسة تعبان ومرهق ومش فاكر هو خد ايه في الكلاس ومش مركز ومش قادر يذاكر كتير. الدراسات بتقول إن الأكلة دي بتسبب التهاب مزمن في الجسم، وكمان بتقلل المناعة الطبيعية، وبتخلي الجسم يستهلك طاقته كلها في مقاومة السموم بدل ما يخلي طاقته للنمو والتركيز. يعني ببساطة الأكلة دي كل كيس منها وكل باكت هو عبارة عن ضرر بيتراكم جوه جسم ولادك بيسبب الأمراض اللي قلناها كلها. أظن كده عرفتي هي إيه. دي البطاطس المقلية الجاهزة، سواء كانت مغلفة أو اللي بتتباع جاهزة في المطاعم، بتأكليها لولادك وبتبقي مبسوطة وبتقولي أو الحمد لله إن هم رضيوا ياكلوا حاجة. جربي تعمليها صحية في البيت برشة زيت زيتون وحمريها في الإير فراير أو في الفرن، وهتطلع طعمها أحلى من الجاهزة وكمان من غير كل السموم دي. وتابعيني عشان تقدري تعرفي في الفيديوهات اللي جاية ازاي تقدري تحمي ولادك من خطر الأمراض المزمنة. واللي ما يعرفنيش، أنا دكتورة هبة فتحي، أخصائي تغذية معتمد ومدرب صحة. عاوزاكي تعيشي مع ولادك حياة صحية وتشوفيهم بيكبروا قدام عينيكي بصحة ومن غير أمراض.